يا أصحابي يا حلوين، إزيكم؟ النهاردة هحكي لكم عن فارس الصغير اللي كان بيحب يردد أي كلمة يسمعها. في يوم فارس كان قاعد في الحديقة وسمع ولدين بيقولوا كلمة غريبة جدا. فارس جري على ماما وقال لها بصوت عالي: يا ماما، أنا سمعت كلمة جديدة وعايز أقولها. ماما قالت له: يا فارس، الكلمة دي معناها إيه؟ قال لها: مش عارف، بس هقولها وخلاص. ماما ابتسمت وقالت: يا حبيبي، مش كل حاجة نسمعها نرددها من غير ما نفهم. ممكن تكون الكلمة مش كويسة أو تجرح حد. فارس فكر شوية وقال: يعني لو قلتها وأنا مش فاهم ممكن أزعل حد من غير ما أقصد؟ ماما هزت راسها وقالت: بالضبط، عشان كده لو سمعت كلمة جديدة اسأل الأول قبل ما تقولها. تاني يوم فارس سمع كلمة تانية من واحد كبير، فرح على طول لماما وقال لها: ماما، الكلمة دي معناها إيه؟ ماما فرحت جدا وقالت: شاطر يا فارس، كده تبقى ولد مؤدب وفاهم الكلام. يا أصحابي، لو سمعتم كلمة مش عارفين معناها اسألوا بابا أو ماما الأول، ما ترددوهاش قدام الناس وتأكدوا إنها كلمة كويسة. لو عجبتكم القصة يا أصحابي اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل القصص الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم.